بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. هذا البرنامج يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ما يحب ويكره عليه الصلاة والسلام، وسردنا جملة من ذلك، ولكن أحيانا نقطع هذا الدرس المتواصل باستضافة بعض علمائنا ومشايخنا. واليوم نحن في استضافة كبيرة وضيف عزيز إلى قلوبنا، إنه البروفيسور جلال الدين محمد صالح. هذا لقاء خاص بمعرفة سيرته الذاتية وما يحب وما يقرأ شيخنا الكريم، وذلك لمعرفة علمائنا ومشايخنا وما قدموه من جهد طيب في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعليم والتعلم، كل ذلك حتى نعرف مكانة علمائنا ومشايخنا، وأن الحمد لله إريتريا تزخر بعلماء أفاضل من أهل السنة والجماعة، ممن هداهم الله تبارك وتعالى للمعتقد السليم والتوجه والاعتدال، فهم حقيقة ممن نحبهم في الله، ومما يجب علينا اتباعهم والسير على منهجهم. هؤلاء العلماء أبقاهم الله عز وجل وهداهم ووفقهم ويسر لهم السبل حتى أصبحوا علماء وقادة تستفيد منهم الأمة الإسلامية ناهيك عن الشعب الإريتري. فلذلك كانت فرصة حتى نتعرف على مزيد من علومهم وعلى مزيد من جهودهم وعلى مزيد من مؤلفاتهم ونستفيد منها، وكذلك نحث أبنائنا للاستفادة منهم، وحتى يصل أبناؤنا لما وصلوا إليه من جهد جهيد. فلا أريد أن أطيل عليكم. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، ويقول سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما زلنا نستفيد من البروفيسور جلال الدين في توجيهاته ونصحه، ومن خلال خبرته حقيقة فترات كثيرة. وقد سافرت مع شيخ البروفيسور جلال في سفريات كثيرة، واستفدت من علمه وهذه، ورأيت منه حقيقة جزاه الله خيرا، ولا أزكيه على الله، الصدق حتى في المسائل التي أنا أختلف فيها معه، فإنه يفتي بها عن علم لا عن هوى. جزاه الله خيرا. فإلى حلقتنا مباركة. أهلا وسهلا سعادة البروف. عليكم السلام الشيخ برهان، حياك الله وبياك، وكلنا معا على طريق الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يأخذ بيدنا إلى ما فيه صلاحنا. الله يجزيك خير بروف جلال. شرف لنا أن نلتقي بكم في قناة سلام، قناتكم المباركة. وأنا لي الشرف أن أكون ضيفا في هذه القناة وفي هذا البرنامج، نتحاور بشأن الدعوة والداعية. الله يجزيك خير بروف جلال. نحب أن نستمع أولا إلى البطاقة الشخصية والحالة الاجتماعية لشخصكم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي جلال الدين محمد صالح، ولهذا الاسم قصة حكاها لي والدي رحمه الله الشيخ محمد صالح حاج حامد. والدي داعية ومولع بحب الدعوة، ونشط في هذا المجال. عاش في أسمر فترة من حياته، ثم استقر به المقام في كرن، وقبل ذلك تلقى تعليمه الأولي في شمال السودان في معهد الكاروري وخلاوي القرآن في شمال السودان. يقول لي والدي: كنت مولعا بكتاب الجلالين في قراءة للتفسير، والجلالين كما تعرف كتاب الجلالين في التفسير هو من تفسير جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. فلما ولدت أنت، هكذا قال لي، سميت ابني جلال الدين حتى يأتسي بهؤلاء المشايخ
وهؤلاء العلماء المفسرين ومنهم جلال الدين السيوطي. ومن هذا المنطلق أنا حملت اسم جلال الدين محمد صالح. وفعلا عندما ذهبت إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والتحقت بالمعهد المتوسط، كان كتاب تفسير الجلالين مقررا في مادة التفسير. الكتاب الذي كان مقررا علينا هو كتاب الجلالين في المدينة المنورة؟ في الجامعة الإسلامية في المتوسطة. أيوة. وما زلت أحتفظ بالنسخة التي أعطتني إياها الجامعة الإسلامية، لأن كتب المقررات كانت توزع على الطلاب مجانا يعني. نعم. وأعطيت هذا الكتاب كتاب الجلالين. هذه هي قصة اسمي جلال الدين محمد صالح. فكان الوالد يعني يتمنى أن تكون أحد العلماء. أيوة. وقد حقق الله له نعم. ذلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. فهذه كانت أمنيته يعني. سبحان الله. وكان مهتما بالقرآن. فأول ما بلغت 6 من عمري أو 7 أدخلني خلوة القرآن في خلوة لشيخ يسمى الشيخ إبراهيم. شيخ إبراهيم هذا أنا الآن لا أحفظ اسم أبيه، ولكن هو من بيت معلم، آل معلم. أيوة. بني عامر. أيوة بني عامر، وهو من آل معلم. أيوة معروفين. وكانت خلوته جنب بيتنا في حينا في كرن. فكنت أذهب بصحبة أعمامي إلى هذه الخلوة وأقرأ فيها. ثم بعد ذلك توفي هذا الشيخ رحمة الله عليه، فكانت هنالك خلوة لشيخ يعد من أقدم مشايخ تعليم القرآن في مدينة كرن، وهو شيخنا سيدنا بلال رحمة الله عليه. كده اسمه؟ أيوة، سيدنا بلال الشيخ نفسه. أيوة اسمه، نحن نعرفه باسم سيدنا بلال. إيه. سيدنا بلال هذا شيخا على يده تعلمت أجيال من مدينة كرم. الأجيال المثقفة درست على يديه القرآن، وهو كان في حوش المراغنة في كرن، حوش ساحة كبيرة المراغنة مسورة بجدار. حوش ما معناه فناء يعني؟ أيوة حوش، أيوة فناء، بيت منزل ولكنه مسور بجدار من كل جهة. أيوة. هذا الحوش أو هذه الساحة فيها مساكن السادة المراغنة، وفيها أيضا خلوة القرآن. الشيخ سيدنا بلال هو المتولي بتعليم القرآن في هذه الخلوة. تعلمت على يده أجيال عديدة من أجيال كرن، وأصبح بعضها قادة وإداريين ومربين ومعلمين في المدارس الحكومية لاحقا، ولكنهم بداية تعلمهم كانت في هذه الخلوة، لأن العادة جرت أن يصطحب الأب ابنه ومن صغره إلى الخلوة القرآنية. فأول خطوة في مسيرته التعليمية يبدأها بالقرآن. يا سلام. وكان سيدنا بلال رحمة الله عليه هو الرجل العظيم الذي على يده تعلم معظم شباب كرن القرآن. وكان شيخ آخر أيضا اسمه شيخ أدم دويدة. كنت أريد أن أسألك هل هو هذا فقط؟ لا، كان شيخا آخر دويدة. شيخ آدم دويدة برضو إريتري؟ أيوة. يعني جميع المعلمين للخلوة كانوا إريتريون. لم يكن هناك وافدون من جهة أخرى. لا كانوا إريتريون ويعلمون القرآن
في الأحياء الكرنية. وأنا الآن أتحدث لك عن أبرز المدرسين. أيوة، وإلا أنا تحدثت عن هؤلاء في كتابي كرن الأصالة والتراث، عندما تكلمت عن الخلاوي القرآنية. أيضا في حشلة منطقة جبر كان أيضا هنالك الشيخ جبرتي يعلم القرآن. اسمه؟ أنا الآن لا أذكر اسمه، نسيتها، ولكني ذكرته في كتابي كرن الأصالة والتراث. الأصالة والتراث. كان يعلم القرآن في حشلة. أيوة، أظن شيخ خليفة أدم، اسمه خليفة أدم الجبرتي هذا. أيوة. وكان من الخلفاء أيضا. سبحان الله. أيوة. وكان ابنه معروف الخليفة أدم خياط، وابنه الآخر محمود عبد الهادي. لو سألنا هؤلاء ممن تعلموا شيخنا؟ هؤلاء شيخ سيدنا بلال وآدم دبورة دويدة. هؤلاء درسوا تقريبا غالبا في الخلاوي القرآنية الموجودة في السودان. وتعلموا هنالك، أو تعلموا من خلفاء سودانيين جاءوا مع المراغنة إلى إريتريا. وكانت من عادة المراغنة أيضا أن يصطحبوا معهم المشايخ فيفتحون خلاوي القرآن. جزاهم الله. يعني التصوف جزاهم الله. فالناس تتعلم القرآن يعني. يا سلام. فدخلت أيضا في آخر حياة الشيخ سيدنا بلال، وهو قد بلغ من الكبر حدا، بعده لزم البيت، ولكنني أدركت سنوات أخيرة من حياته فدرست عنده القرآن. يا سلام. ثم بعد ذلك دخلت المدرسة الحكومية ودرست 4 سنوات. لما وصلت الفصل الرابع الدراسة كانت من قبل الصباح، تبدأ من 7 وتنتهي 12. بعدين لما وصلت المرحلة الرابعة الابتدائي، يعني أنت قرأت التقرينية؟ أيوة، وأعرف الأمحرية وكذا. وكان عندنا أيضا كانت لم تكن تقرينية وقتها، كانت الأمحرية. نعم. أيوة، بسبب الاستعمار. أيوة نعم. ولكن أدركت اللغة العربية. كان كتاب اسمه كتاب الأطفال، وهو من مطبوعات بخت الرضا، المنهج السوداني، منهج بخت الرضا، لأن الإنجليز هم الذين جابوه. والإنجليز كانوا يحكمون السودان وإريتريا مع بعد هزيمة الطليان عام 1941. الطليان انهزموا يعني. والإنجليز دخلوا، ومن 1941 أصبحت إريتريا إلى 1952 تحت الانتداب البريطاني. فالمنهج التعليمي كان من مطبوعات بخت الرضا. وفي المرحلة الابتدائية قرأنا كتاب الأطفال، وأذكر منه قصة كريت أبت الرجوع إلى البيت. وهي قصة عن شاة تتمرد على راعيها وترفض العودة إلى البيت، فكريت أبت الرجوع إلى البيت. وبعدها أيضا أدركنا كتاب إحنا كنا نسميه كطلاب قام سافر، لكن هو اسمه الرسمي العربية المحبوبة. أيوة، قام سافر تاه عطش، وكان فيه قصة ورد ووردت، وهاي قصص يعني كنا نحبها يعني. تعلم اللغة العربية. فدرست أدركت هذا في الستينات طبعا، لأن أنا مواليد 56، يعني 1956 ميلادي. 56 ما شاء الله. ودرست هذه المرحلة. بعدين وصلت المرحلة الابتدائية وتغير المنهج، فألغيت العربية نهائيا، وجاءت الأمهرية، وأصبحت الدراسة. طيب لماذا كان يقولون يا دكتور جلاء أن الاستعمار البريطاني
لم يكن يعني مستعمرا معلما، يعني لم يجتهد في المستعمر الإيطالي وليس البريطاني. الإيطاليين لم يعتنوا بالتعليم. كانوا يعلمون إلى المرحلة الابتدائية فقط لأجل أن يوجدوا من يترجم لهم، موظف يعني يكتب ويتكلم. كان أبي مترجما بارعا. أيوة، فكانوا يخرجون الطالب لغرض الترجمة، غرض وظائف يعني. فما كان الإيطاليون يهتمون بالتعليم. عجيب. أي الإيطاليون. لكن الإنجليز بعدين لما جاءوا علمونا. أيوة، بدأوا في التعليم يعني. لما ضمت إريتريا خلاص إلى إثيوبيا نهائيا في الستينات، كان بقي المناهج العربية التي ذكرتها لك، هذه كتاب الأطفال وقام سافر، وكنا ندرس العربية في المدرسة. بعدها ألغي المنهج نهائيا، وأتى الاستعمار الأثيوبي. أيوة، طبعا هذا كله، حتى اللغة العربية هذه حتى مع وجود الاستعمار الأثيوبي كانت موجودة. استمرت حدود كم؟ إلى الستينات يعني. إلى الستينات تقريبا. في 69 68 حذفت يعني، أنهيت يعني. جميل. فمعناه استمرت من 1941 إلى 1969 68 67 إلى هذا يعني. جميل. فجاء المنهج الأمهراوي، وأصبحت اللغة الأمهرية هي اللغة الرسمية. فقرر لنا كتاب قيلمامو، وكتاب قيلمامو قصة لأبله أمهراوي ساذج، هي تعلم اللغة بس. وكان أيضا كتاب اسمه لامما أهون إيجو يتطبل لامما كأباتو كأناتو قار ودقبيا يهدال. يعني هذه من الأشياء التي حفظناها في المدرسة. هل لازلت تجيد اللغة الأمهرية؟ لا، ما أجيد، ولو استمرت فيها لأجدت، لكن أعرف الكتابة وكذا. فقط تريد مني أن أعيد الاتصال، فإذا أعدت الاتصال الأمر سيستقيم يعني. لأن عندك أيوة، عندي البيزك، القاعدة موجودة يعني. وبعدها أين تعلمتم؟ بعدها لما وصلت السنة الرابعة ابتدائي، قالوا المدرسة صباح ومساء. فوالدي قال لي: إذا كانت المدرسة صباحا ومساء، متى ستقرأ القرآن؟ فأخرجني من المدرسة. يا سلام، جزاه الله خيرا. وأنشأ خلوة قرآنية في منزلنا. الله. وجاء بشيخ اسمه الشيخ محمد آدم. سبحان الله. وهذا الشيخ سكن عندنا في البيت، وكان عجيب. هذه خطوة جريئة من الوالد. أيوة. أخرجني تعظيما لكتاب الله. أيوة. واحتج أقربائي وقالوا له: كيف تخرجه وأنه مستقبله وما أعرف إيش. فقال لهم: هذا ابني وأنا أعرف كيف أربيه، كيف أسيره، وكيف يسير، ورؤيتي له، يعني الرؤية التي أريدها له، ومستقبله محفوظ بأمر الله. الله. وأسس هذه الخلوة القرآنية، وأصبح شباب أبناء الحي يدرسون الخلوة في هذه الخلوة القرآنية في منزلكم؟ في منزلنا. والشيخ محمد آدم رحمة الله عليه هو أيضا درس في السودان، وجاء وعلى يده أجدت الكتابة تماما، يعني على يد هذا الشيخ محمد آدم، لأننا كنا نكتب على اللوح. أيوة. وكانت الخلوة تبدأ من بعد صلاة الفجر. يا سلام. أيوة، نستيقظ، يوقظنا أبوي من صلاة الفجر، ونمشي إلى الخلوة، ومعنا لوح خشبي، والشيخ يرمي علينا. الرمي هو إنه من حفظه يرمي علينا مقطع، واحد مثلا يكتب سورة البقرة، واحد من آل عمران، ونحن نتشكل كدائرة هكذا، وهو في الوسط نقطة في نون. لو تخيلت الدائرة هي دائرة هكذا، الشيخ يكون في الوسط
كأنه نقطة في دائرة نون. نعم جميل. وهو يحفظ القرآن ما شاء الله. ونحن نكتب من رميه، والتعبير أنا ما نستخدم إملاء، نستخدم الرمي. الرمي يرمي عليك الآية القرآنية. يعني مثلا يقول لك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فأنت تسمع هذا وتكتب، ثم يلتفت في شخص آخر في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذاك يكتب، ثم يرجع إلى هذا عما يتساءلون عن النبأ العظيم ويملأ. فهو يملي على أشخاص مختلفين في مراتبهم ودرجات حفظهم القرآن، وهو يرمي من حفظه. ثم يعطيك مقطع، يقرر لك، يرمي عليك مقطع ويقول لك كفى حسبك خلاص. فأنت تقوم وتجلس في زاوية من الخلوة، ومطلوب منك أن تحفظ هذا المقطع طول اليوم من أجل أن تعرضه في المساء. نسميه عرض. فعندنا مصطلح رمي وعندنا مصطلح عرض. يا سلام. والعرض هذا يكون من حفظك، ويسمعه الشيخ سماعا. فإذا رأى أنك أتقنت حفظه سمح لك بمحوه وغسله. يسميه الغسل، غسل اللوح. وهنالك في الخلوة مكان للغسل من أجل أن ولديكم أيضا مكان للحبر أيوة، والحبر كان، والقلم كان بالخشب. والدواء تصنع بأخلاط من الحجر وأخلاط من الصمغ العربي من أجل أن يثبت الحرف وإلى غير ذلك. طيب الإملاء، الجهة الإملائية، لما الشيخ كان يرمي عليكم من كان يراجع يعني كتابة الشيخ؟ وأنت الإملاء على الرسم العثماني ليس على الرسم المدرسي. أيوة. أنتم تعلمتم هكذا؟ أيوة. مثلا الصلاة ما تكتبها على الرسم الإملائي، تكتبها على الرسم العثماني. الرحمن مثلا نفس الشيء على الرسم العثماني. على الرسم العثماني. أيوة. فهذه القواعد الشيخ يحاسبك عليها، وأنتم قد درستموها طبعا. أيوة. نعم. إحنا ما درسناها، ولكن الشيخ يعلمك إياها. فإذا جئته وأنت كتبتها برسم إملائي آخر يعتبرها غلط ويصحح لك. يصحح لك. نعم. جميل. فهو يصحح لك الرسم العثماني كتابة، ويصحح لك القراءة، فهي قراءة حفص وليست قراءة ورش. أخذت برواية حفص عن عاصم. أيوة. هكذا. أيوة. إريتريا. أيوة. إريتريا وأثيوبيا. أيوة. والصومال قراءة حفص عن عاصم. أيوة. سبحان الله. فبعدها يأذن لك ويصحح لك على هذه القراءة، قراءة حفص عن عاصم وبالرسم العثماني، وغدا يرمي عليك مقطعا آخر. يعني مثلا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. يملي عليك هذا المقطع غدا. وهكذا. لا الآن مساء عرضتم. أيوة مساء تعرض. مساء الساعة كم؟ الساعة 5. الساعة 5. أيوة. إلى إن في الصباح من بعد الفجر تبدأ. بعض الطلاب يتأخرون الساعة يجون 7. فالطلاب المتأخرين الذين يأتون الساعة 7 صباحا يملي عليهم الطلاب المتقدمون الذي أملى عليهم الشيخ. هم يتولون بالإملاء لإخوانهم يعني هكذا. ثم يعلم كل مجموعة تكون له دائرة خاصة به، ويعلم الذين يتعلمون الكتابة ألف باء تاء ثاء على الأرض على التراب. ليس على يمسك يدك هكذا إصبع. ألف باء تاء ثاء جيم باليد على هكذا. أيوة. الأطفال صغار هكذا يتعلمون. الله. بعدها خلاص تترقى أنت من الأرض اللي هو الألف باء تاء ثاء ثم إلى الإملاء.
وأحيانا الناس بعض الخلاوي تستخدم القاعدة البغدادية. بغيت أسألك القاعدة البغدادية أو النورانية تعلمتم؟ ولا احنا ما أذكر الآن. احنا المهم أنا تعلمت على الأرض ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. عجيب. أيوة عجيب. أيوة. يعني وسيلة التعليم لا يعني لا يعجز عنها الإنسان. أيوة. أهم شيء أن تصل المعلومة. أيوة. ثم بعد ذلك تتعلم كيف تربط حرف بحرف. يقول لك ألف باء، بعدين يقول لك باء أب جيم تاء جت جيم نون جن كذا. أنا هذه القاعدة البغدادية. أيوة. وتتعلم بهذه الطريقة. في الصباح بعدها تذهب إلى الفطور، الإفطار. جميل. وبعد الإفطار تعود الساعة 9 أو كذا. الشيخ يأخذ راحته، ينام أو يستلقي بظهره وكذا، ويأخذ راحة ويشرب القهوة. القهوة مهمة جدا. وبعدها يسمح الساعة 12 تقريبا يسمح للطلاب أن ينفضوا، خلاص يذهبوا، كل واحد يذهب إلى داره. الساعة كم؟ الساعة 12. الساعة 12. أيوة. جميل. بعدها تعود الساعة 2. 2 ولا 5؟ الساعة 2 ولا الساعة 5؟ لا، تعود الساعة 2 إلى 5. إلى 5. ساعة 2 إلى 5 تحفظ حفظ. نعم. الذي كتبته في الصباح تحفظه إلى الساعة أيوة. 5. جميل. الساعة 5 الشيخ يجلس لتعرض عليه ما حفظته. يا سلام. واحد يجيزك أو يقول لك واحدا بعد الآخر. فهو يجيز الكبار والذين أتقنوا الحفظ، ويطلب منهم أن يجيزوا من هو أدنى منهم من تحت. يعني إريتريا مرت بحالة الكتاتيب. أيوة كتاتيبية، بس إحنا نسميه الخلاوة القرآنية. هذه هي الدراسة التي درستها. فأخرجني أبي ومكثت سنة في هذه الخلوة القرآنية التي في بيتنا. ثم السنة القادمة دخلت معهد الدين الإسلامي بكرم، وهذا المعهد يعد من أقدم المعاهد الإسلامية في مدينة كرم. ما الذي بناه؟ أسسه رجل اسمه القاضي موسى آدم عمران. والقاضي موسى آدم عمران من علماء إريتريا، درس في معهد أم درمان. فهو تعلم تعليما يعني أكثر نظامية يعني. جميل. وتخرج منه. وقابلت زميلا له من عائلة اسمها ود الأزرق من سكان قذارف، كان دكتورا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يوم كنت أنا هناك طالب. وعندما قلت له أنا من إريتريا ومن كرن، سألني عن هذا الشيخ وقال لي إنه زميل دراستي، درسنا معا في معهد أم درمان الإسلامي. يا سلام. هذا المعهد، هذا الرجل جاء من السودان وأسس هذا المعهد، وسمي المعهد معهد الدين الإسلامي، وهو يعد أحد رجالات الرابطة، حزب الرابطة الإسلامية، وأحد مؤسسيها. حزب الرابطة كان عام كم يا شيخنا؟ حزب الرابطة كان في الخمسينيات، يعني تأسس في الخمسينيات، أنا لا أذكر بالضبط، ولكن في كتابي في كرن حددت يعني. فهو كان من وتأسس الحزب في مدينة كرن يعني. تأسس قبل أن تولد أنت يا شيخنا أو بعده؟ تقريبا قبل أن تولد. قبل أن أولد. جميل. أيوة. تأسس في الأربعينيات أظن. الأربعينيات 48. أيوة. 1948. أيوة. الأربعينيات. أيوة. أنا ولدت 56. كان هو أحد مؤسسين. أيوة، كان هو أحد مؤسسيه. جميل. واعتقل، وكان عضو برلمان أيضا في البرلمان الفيدرالي. وهو اللي أسس معهد الدين الإسلامي. ومعهد الدين الإسلامي يبدأ من المرحلة الابتدائية
إلى يبدأ من أولى ابتدائي وينتهي للفصل السادس. لكن مناهجه ومقرراته كانت راقية جدا، وأحيانا تكون فوق مستوانا يعني. أذكر منها. فكنا مثلا في كتاب النحو كنا ندرس الآجرومية. ونحن كنا صغارا لا نفهمها ولكن نحفظها. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، والاسم يعرف به. نحفظ ولكننا لا نعرف ونعرب. والحرف لا معنى له، والجملة اسمية وفعلية. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فنقرأ الكلام: الإشارة ليست كلاما عند العرب. جميل. اللفظ كلام عند العرب، والإشارة ليست كلمة عند العرب. جميل. هو اللفظ المركب الحرف ليس كلاما. طيب في العقيدة ماذا كنت تدرسون؟ العقيدة درسنا كتاب اسمه العقباوي الدرديري في هذا المعهد. وبعدين لكن المسألة حتتغير يعني. ويجب على المكلف معرفة 20 صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء، ومخالفة تعالى الحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وكونه تعالى حيا وعليما وسميعا وبصيرا ومتكلما، وما هو ظاهره التشبيه فإنه يؤول. وكل أشعرية. هنا درسنا العقيدة. العقيدة أشعرية. أيوة. وكان اسمه مذكرة التوحيد في السنة الثانية. مقررات أزهرية هي. مقررات أزهرية. أيوة. وكتاب العقباوي للدرديري أيضا. الدرديري أزهري وهو مالكي المذهب في الفقه. أما الفقه فكنا ندرس العشماوي، كتاب اسمه العشماوي وهو مالكي. مالكي ولا حنفي؟ لا، العشماوي مالك. ويبدأ بقول: قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد البارئ العشماوي رحمه الله تعالى، ونحفظ. والآجرومية في النحو. نعم. ثم نقرأ شرح الآجرومية اللي هي التحفة الثانية. وكان يقرئنا شيخ أمحراوي اسمه الشيخ داود الله يرحمه. درسني النحو، وكان يبدأ الكتاب بإعرابه جملة من قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر، والاسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، باسم مضاف والله مضاف، والمضاف إليه مجرور، ونحفظ ولا نعرف. ونأتي يوم الاختبار ونكتب ما حفظناه وننجح، ويكون توزيع الشهادات في احتفال عام، ونعطى جوائز: ثوب، جلابية، وعمامة، وشهادة، وإلى آخره. ونحن مسرورين بهذا، ومن يرسب يحزن. وكان لدينا نشيد جميل. مادة الحديث ماذا كنتم تدرسون؟ مادة الحديث كنا ندرس 40 النووي. 40 نووي. أيوة. رحم الله. وكنا نحفظها. وطبعا هذا في السنة الابتدائية الأولى. السنة الثانية تقرأ الرسالة العزية كتاب الفقه المالكي، أكبر من العشماوي. في السنة الثالثة تقرأ كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. بعدها ترتقي فتقرأ أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، وإلى غير ذلك. مقررات كبيرة لا تتناسب مع أعمارنا يعني. ولكننا كنا نقرأها. عقولكم صافية. وأذهانكم تحفظ. ما كنا نفهم ولكننا كنا نحفظ يعني. والشيخ داود كان يدرس التفسير في المسجد بعد صلاة العصر. الأثيوبي هذا. والأمحراوي. وكان لنا نشيد كنا نستمتع بهذا النشيد: هلموا هلموا إلى المعهد، إلى الدين والعلم والسؤدد، إلى لغة الضاد كي نهتدي، إلى الحق والخلق الأمجد. هاتها بلحنها. نحن كنا نقول: هلموا هلموا إلى المعهد، إلى الدين والعلم والسؤدد، إلى لغة الضاد كي نهتدي، إلى الحق والخلق الأمجد. يا سلام.
إلى الحق والخلق الأمجد. هذا كان نشيد المعهد، وكان فريق منشد وجميل، وكنا نستمتع بهذا النشيد. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أيضا هذا كنا ننشده. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، والقوم أعداء له وخصوم. أيضا كنا نحفظه. فدرست في هذا المعهد، ثم بعد ذلك أسس والدي رحمة الله عليه مؤسسة تعليمية عرفت بمؤسسة أصحاب اليمين التعليمية. الله يجزيه خير. أيوة. وهذه المؤسسة مؤسسة أصحاب اليمين التعليمية أسسها الوالد، وارتبطت بالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. يا سلام. فتحول المنهج إلى منهج سلفي. يا سلام. فدرسنا العقيدة السلفية وتخلينا عن المذهب الأشعري. بمجرد أنكم عرفتم الحق تحولتم إلى الحق. وجاء خريج هرري من الأورمو، تخرج من الجامعة الإسلامية، اسمه الشيخ محمد سراج رحمة الله عليه، وابتعث من دار الإفتاء إلى إثيوبيا، لأنه إريتريا وقتها كانت جزء من إثيوبيا، وبالذات إلى أصحاب اليمين، مع أحد أصحاب اليمين، وهذا درسني العقيدة السلفية. ماذا درست من الكتب؟ مقرر التوحيد والفقه والحديث. وأسس والدي مكتبة عامة في مدينة كرن. يعني في التوحيد أي كتاب درست؟ هذا الكتاب كان مقرر وزارة المعارف، اسمه مقرر التوحيد. وزارة المعارف المملكة العربية السعودية. ووقتها كان اسمه مقرر، كان اسمه وزارة المعارف. ومنها استجلب الوالد مقرراتها. وبعدين عمل منهجا سماه منهج التعليم الديني لأصحاب اليمين، مقرر التوحيد السلفي والفقه المالكي. يا سلام. واختيار الشيخين حماد الأنصاري وأبي بكر جابر الجزائري من علماء المالكية بالمدينة المنورة. الله. أيوة. فهؤلاء بتكليف من الشيخ عبد العزيز بن باز كتبوا منهج. أيوة. ثم بعد ذلك طلب الوالد رحمة الله عليه من الشيخ أبو بكر جابر الجزائري أن يجزئ كتابه منهاج المسلم إلى 5 أجزاء ليكون مقررا على الطلاب. سبحان الله. ومضبوطا بالشكل، فطبع منه 10,000. بعد ذلك الأحداث السياسية ساءت والناس تشتتوا، وسنة 1976 الوالد دخل السودان، عاد إلى موطنه الذي جاء منه أصلا يعني. لأن الوالد درس في السودان، وسنة 1952 من السودان دخل إلى إريتريا، وهنالك ولدنا نحن يعني. وإلا هو من شرق السودان. أهل لندن شيخنا يتابعونك، يقولون ما شاء الله لندن منورين شبكة سلام. الله يحفظهم. آمين آمين، حياهم. تقول أستاذة جوهرة دكتور جلال ذكرني كيف كنا نحفظ الكتب كلمة كلمة، وبعد الاختبارات كل شيء يتبخر. نعم صدقت يعني. الله يجزاك خير. أهلا وسهلا بك أستاذة جوهرة أم محمد، يا مرحبا بك. حياك الله وبياك. نعم. درسنا هذا الحمد لله، وتكونت مكتبة عامة في مدينة كرن، سميت مكتب الإرشاد جنب جامع كرن. جميل. أسسها الوالد. وكانت فيها كتب العقيدة، الجامع الفريد، وكتاب فتح المجيد، وكتب السنة سبل السلام، وحتى أول ما قرأت كتاب رسائل الإمام حسن البنا هنالك، وقرأت كتاب معالم في الطريق هنالك. أيوة. ومن الغرائب التي قرأتها وأنا في كرن وقتها كتاب لمحمد ابن صديق الغماري من المغاربة، اسمه المطابقات العصرية لما أخبر به سيد البرية. وهذا كان يفسر المخترعات العصرية، يريد أن يقول أن النبي أخبر بهذا، وكان يتكلف في ذلك. فقال مثلا
من فوقهم عذاب ومن تحت أرجلهم عذاب. هي من فوقهم عذاب، هي الطائرات التي ترمي القنابل فتدمر من تحتها، ومن تحت أرجلهم عذاب هي القنابل التي تنفجر فتقتل من تحتها يعني. وكان يفسر قوله ويقذفون من مكان بعيد، قال هي الهواتف والتلفونات التي يقذف بها الكلام. هذا كتاب أنا قرأته في كرن في السبعينات 1970 71، اسمه المطابقات العصرية لما أخبر به سيد البشرية للغماري، محمد بن الصديق الغماري. قرأت في مكتبة والدي المكتبة العامة التي قال ردا عليه. اسمه إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة. لمن؟ كتبه واحد اسمه حمود التويجري من أهل القسيم ورد عليه. فكنت مولعا بالقراءة وأقرأ في هذه منذ الصغر. منذ الصغر من المكتبة، وقرأت كتاب معاني في الطريق في هذه المكتبة، ولكنني ما كنت أفهمه لأنه كانت لغته قوية وعالية جدا. قرأت رسائل الإمام حسن البنا، رسالة المؤتمر الخامس وغيره، مجموعة رسائل حسن البنا ورسالة التعاليم ورسالة القرآن وكذا، قرأتها ولكنني لا أعرف هل هي الإخوان أو كذا. وإن كان والدي رحمة الله عليه في حراكه الدعوي اتصل بالإخوان في السودان مع بالصادق عبد الماجد. هذا شيء آخر ممكن أنا كتبته في كتابي في سيرة حياة والدي. لك كتاب سيرة حياة والدك؟ أيوة سأطبعه إن شاء الله يعني بإذن الله. ووصلت هكذا، أكملت المرحلة في معاهد أصحاب اليمين على المنهج السلفي، وبعدها اصطحبني والدي معه إلى المملكة العربية السعودية. كان ذلك عام 1974 ميلادية. أخذني معه إلى أديس أبابا، ومن كرنجينا أسمرة، ثم ركبنا الطائرة على الخطوط الجوية الإثيوبية من مطار أسمرة. أنت ابنه الأكبر؟ أنا ابنه الأكبر. وقلت لك هو كان مولعا بجلال الدين السيوطي. صحيح. ولما أخرجني من المدرسة أقربائي احتجوا، ولكنهم قال لهم أنا أعرف أين سأسير به يعني. ولذلك سار بك وسار بي إلى من؟ رحمه الله، رحمة الله عليه. رحمه الله. وذهبنا إلى أديس أبابا، نزلنا في أديس أبابا. هو كل سنة يتردد إلى أديس أبابا لنشاطه الدعوي، وكان ينزل في فندق في ماركاتو، ونزلنا في هذا الفندق وهو لأخ شيخ عضو برلمان إريتري اسمه شيخ حسن. أي نعم. وأخرجنا جواز من أجل أن نسافر إلى المملكة العربية السعودية، ولكن حدث انقلاب على الإمبراطور هيلي سلاسي. في تلك الفترة. تلك الفترة سنة 74. وجاء أمان عندهم، وأنا وقتها في أديس أبابا. جاء من؟ أمان عندهم. أمان عندهم، مش منقوسته هيلا ماريا. لا، منقوسته هذا الثالث هو. أمان عندهم. أمان عندهم. إيه. أنا وقتها استخرجت الجواز، خرجت جوازي، ومكتوب في جوازي تمهراي ستودنت. تمهراي. أيوة. إيه. طالب. فكان أخ اسمه عثمان حمدان رحمة الله عليه توفي في الرياض. نعم. وأنا أحيي من هذا المقام، أسلم إلى أهله في الرياض حاليا. عثمان حمدان وصل إن شاء الله رحمة الله عليه. أنا وعثمان حمدان ذهبنا إلى القصر الإمبراطوري لنرى الإمبراطور وهو سجين. لا، يخرج به، يؤخذ من قصره إلى المعتقل. سبحان الله. وركب سيارة فولكس فاجن الألمانية هذه. قل اللهم مالك الملك. وكنا في الرصيف نتفرج مع الناس، والشعب الإثيوبي الذي كان يسجد للإمبراطور حيلي سلاسي وقتها ودعه وهو يخرج من القصر بعبارة ليبا ليبا.
أوه الحرامي يا حرام. هذا الملك الذي كان الإثيوبيون يسجدون له، وكثير منهم مات من قبل أن يرفع رأسه إليه يعني. شوف كيف أذله. فأنا كنت في ذلك الوقت أتفرج مع هؤلاء. ماذا كانوا يقولون؟ ليبا. ورجعنا، وأمان عندهم هو الحاكم وقتها، وأمان عندهم هو إريتري من الحماسين، ولكنه جنرال هو الذي قاد الانقلاب. إريتري مسلم؟ لا مش إريتري مسلم، مسيحي. أمان عندهم كذا اسمه؟ مسيحي هو أمان عندهم مسيحي؟ أيوة، ولكنه كان يجيد العربية، كان يجيد العربية، يتكلم العربي. أمان اسم مسلم دكتور. أيوة، ولكن اسمه هكذا أمان، بتقرينيا كمان أمان يقول يعني. أيوة، أمان بمعنى سلام. وعدنا أمن. أيوة، سلام يعني، ونؤمن وسلام. تمام. وأمان وإمنت. فأمان عندهم كان يجيد العربية لأنه درس في السودان أيضا، وزار كرن وألقى خطابه السياسي باللغة العربية على شعب كرن. فلما أردنا أن نعمل خروج، تأشيرة خروج، صدر قرار من الحكومة الإثيوبية أن الطلاب ليذهبون إلى زمجة لا يخرج طالب من البلد. فمنعوكم. فمنعونا من الخروج. طيب ماذا فعلتم؟ رجعنا إلى كرن، ومكثنا هناك في كرن حتى نحن سمنا رمضان في أديس آبا، وبعدها شوال أيضا عملنا العيد في أديس آبا، وبعدها رجعنا إلى كرن ومكثنا فيها ذي القعدة، ورجعنا في أواخر ذي القعدة إلى أديس آبا مرة أخرى لنخرج حجاجا. جميل. فخرجنا حجاج، خرجت حاجا من أديس آبا إلى المملكة العربية السعودية. ووقتها أذكر من الذين خرجوا معي حجاجا كان الفنان الإريتري الأمين عبد اللطيف رحمة الله عليه. عثمان عبد الرحيم؟ لا، الأمين عبد اللطيف. الأمين عبد اللطيف خرج من أديس آبا عام 74 حاجا رحمه الله، وأنا خرجت معه أنا ووالدي. كان عمري وقتها 18 تقريبا أو 17 من عمري يعني. قمة الشباب. أيوة ما شاء الله. طيب دكتور جلال، وصلت المدينة وقبلت في المتوسط الجامعة الإسلامية، ثم طلب مني أن أخرج وأدخل بتأشيرة طالب، فخرجت إلى الكويت، واستقبلني شيخ إريتري اسمه سليم الكردي. وهذا شيخ أزهري تخرج من الأزهر، وكان يعمل مع وزارة الأوقاف في الكويت إمام مسجد وخطيبا في مسجد، وزار مدينة كرن أيضا وألقى خطبة في جامعها وصلى بالمسلمين هناك، وهو شيخ أزهري أظنه الآن موجود في الإمارات. على كل حال من هذا المقام من قناة سلام أحييه وأقول له أيها الشيخ سليم، إن رابطة علماء إريتريا لها مقر في اسطنبول، وأنا أذكرك لأنني يوم جئت الكويت أنت كنت من استقبلني، وما زلت أذكر هذه النقطة، ونتمنى أن نراك في اسطنبول حتى تزور مقر الرابطة، وهو شيخ أزهري يعني. طيب بروف جلال، يعني كنا في حديث ماتع مع سيرتكم العطرة الرحلة العلمية، وسنتوقف ها هنا لنكمل غدا إن شاء الله بقية هذه الرحلة الجميلة. ويعني بقي معنا نقاط كثيرة، يعني إكمال رحلة التعليم وأبرز الشيوخ، وقد مررنا على أسماء طيبة وعطرة. وأيضا سنطلب من شخصكم الكريم حلقة خاصة عن والدكم رحمة الله عليه، كيف اجتهد في يعني بناء هذه الصروح العلمية الطيبة، وكان أيضا من ثمرته أنتم جزاكم الله خيرا، وهذا فضل كبير لكم وللوالد رحمة الله عليه. بقي معنا أيضا نتحدث عن كتبكم وعن الكتب التي توصون بها، وكذلك رحلتكم مع القرآن الكريم ولمن تحب أن تسمعون، وكذلك الأدب
والشعر أنتم تحبون كثيرا، وقد سمعنا منكم أشعارا كثيرة ما شاء الله. وأبرز موقف مر بكم، وأبرز موقف حزين أو موقف مفرح، كل ذلك إن شاء الله مشاهدينا الكرام غدا تابعونا في السيرة الذاتية لشيخنا الدكتور الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح. جزاكم الله خير. أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على متابعتكم، كما أتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وتاج راسنا البروفيسور جلال الدين محمد صالح. هذا أخوكم برهان يحييكم، غدا نلتقي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.